لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما. أخي أختي اقرأوا هذا الدعاء إن شاء الله جميع أموركم تتيسر بإذنه. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب
ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير قائل: من أخبر 70 من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه ويسر أمره ورحم ضعفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انشروا هذه الرسالة بنية الفرج. قال الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. قل بسم الله وارسلها حبا في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل هذا الصباح فرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم اجعل صباحنا صباح الخاشعين الصالحين المتقين. يا رب فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم إني أسألك في يوم الجمعة إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وخيرا جامعا، وبيتا آمنا، وجسما سالما، مع حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا رب شفاء لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، والعفو والمغفرة يا رب العالمين. أهلا وسهلا، صباح النور من نورك. محلى صباحي مدامك من يصبحني. كثير قالوا صباح الخير بحضورك، بس أنت منك صباح الخير تذبحني.